كنت سميتها مثلا أقلام الكتاب شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني في هذه الحلقة في الثلاثة كنت سميتها الفقرة ثين كاوث الشرح في الدرس يعني يمكن البلدان الثامنة نقطة 8 في جند المنهج المعتمد في الشرح لا ميثودولوجي المنهجية إلى كنزر أمشي نتبع شو المنهجية أنا نتبع غير نفر في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ديس الحقيقة 8 تمثال ثمزوروث أدن فقل سبب ورود الحديث إذا كان مساعدا لفهم الحديث أو على فهم الحديث معناتها أدن الشرح لي سيركونستانس ظروف أن تديوس الحديث ودو كذا باللي القرآن يسعى أسباب النزول والحديث يسعى أسباب الورود لاد كتب متخصصة تكتابين إديت مسلاين أو في الظروف أن نزلت الآيات القرآن الكريم أما كان ذات الحديث لنت الظروف أن تيوسع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يناد الحديث ماشي معنى كل الأحاديث يدينا ساعة الأسباب في كل بلا سبب النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى الوحي يتكز ربي الوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بمعنى أحيانا القرآن الكريم أد ينزل بلا ما إلى سؤال خاطر في كويس من القرآن أديني يسألونك عن الأنفال معنى إلا استقصي يسد الجواب تجد سورة الأنفال آية 5 يسد الجواب بعد 40 آية المثل الآية 41 يسد الجواب يسألونك عن الأنفال مثل القرآن يسألونك عن الجبال يسألونك عن الروح يسألونك عن الخمر والميسر المستقسم عليه الصلاة والسلام في الخمر أكد القمر ميسر مع رئيس القمر هنا يسد الجواب قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ذا وقت يستقسم ربي سبحانه يفعل باش أسن السيول سيسوغان الصوت عليا نظر يقرب أسن السيول يعني بلا ما نرفض الصوت أبعيد فنناديه استغري أم قريب فنناجيه ثرست الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما يستقصيك العبادي وفلي قرضار مرسل أجيب دعوة الداعي إذا دعا ثقي في القرآن الكريم ولكن إلا وانت ماشي السؤال إلا وانت في الواقعة أتصدر واقعة أدنزلت الآيات باش نفهم كان يعني أسباب الورود وأسباب النزول إلا وانت ولاش لا سؤال ولاش شو يظهر الواقعة يظهر ولكن ربي سبحانه يقدر باش تنزل القرآن من المكفر الآيات كيف ولا الأحاديث كيف إلا وانت إلى السؤال أما الحديث بس نبذو لباب الطهارة إلا وانت في الواقعة كثرة ظهران يسمى شو يظهران حادثة يظهران من بعد النبي عليه الصلاة والسلام بدي ينطق الحديث إلا وانت ولاش استقسي يديوسان رورس ولاش شو يظهران ولكن هذه في الأحاديث سي الوحي سيرا النادر نقطة سنة دراسة الحديث قبولا وردا سنة ومثلا أنظر الحديث هكي صحنا ولا شيء درس معدل إلا وانت أتصل الأحاديث ماشي الأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم إمذانا أسقار الرسول تدينا صلى الله عليه وسلم باش سعود كريديبيليتي سعود يعني القيمة سعود فالور نسى ماشي الأحاديث بس لذلك كنت سمع كثير بعض الأقوال القوية قول عبد الله بن مبارك ابن سنان هذه الأحاديث الموضوعة الناس تعيش لها الجهابذة والناس لولا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء الإسناد كل حاجة إلا قال يسند في الصح يعني يولي يبوث الخبر ويثي ديالنا ويبوث يدفع ويبوث يدفع أنا ما نبضر في صلى الله عليه وسلم إلا قال يسند صح في ثلاثة بيان معاني الألفاظ والمفردات ما إلا نشري مسلاين لا تيرمينولوجي شري للترم يعني يعرب أكيد نشرح استقبالي في صرعة يبرز الجوانب الإعرابية أحيانا إلا وانت أدنى الإعراب
الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والتمييز والحال والصفة المشبهة بالفعل إلى آخره. زريغة سمتو رشد حمل بزاف الإعراب، ولكن كانت تكشوتي المحكة كذا مشطوح أحيانا. في 5 أدن فكر بعض الجوانب البلاغية، مادام النبي عليه الصلاة والسلام يفكاس ربي جوامع الكلم الدين يمسل إذا مشطوح يسعى المعنى ذا القرآن إلا واندا أدن فيك بعض الجوانب البلاغية لكل ما يوني قاري سفرة غير قرا مسلاي يقرزم يهضر ثلاث مسلاي مليح ثقفي مليح أسينو ولي لحدث بوال والنبي عليه الصلاة والسلام لحدث بوال وزيادة خطر الذنبي صلى الذنبي ثمزوروث في سنة ربي سبحانه يوفقي في تكاست الوحي أوتي جوامع الكريم. في 6 أدن فيك شرح مجمل، أدن شرح جلوبال بشكل مجمل الحديث. في 7 أدن فيك ما يسمى بفقه الحديث نظم. أدنيني الأحكام المستنبطة ذا شو ثمت الأحكام أدن الشفذ سي الأحاديث، حديث الأحكام الشرعية. نظر فوائد الحديث ذا شو ثمت الفايدات أنا غادي يفكي الحديث يبغى زيني أحرز الفايدة يعني أدن نجمع الأحاديث أدن سفر الأحكام ذا شو ثمت الفايدات أدناوي سي الأحاديث. أما ذا عن العبادات إذا تعلقت بالعبادات تصليت نظر رمضان الزكاة الحج إلى آخره، نظر المعاملات المساقات المزارعة المضاربة المرابحة المشاركة العقود المختلفة إلى آخره. في 8 إلا وندا أدن فذر قرارات المجامع الفقهية ذا قد فكر يعني شوية شرح. جماعة الخير ثل الفتوى الفردية يعني أنا نروح اليوم الشيخ غادي يفتي فتوى فردية أستفك كذا استقصي أكتف كالجواب، ولكن اللي تكرر تمثال أن يون ما يكفيش إلى مجمع فقهي يون واس نهضر في لاديان في الكلوناج في لاكارت جينيتيكا كل شغالني ناد إن شاء الله ديال سواس ديالناوي تساوي الملحة كشوية الأحاديث ناخذ محاضرة مستقلة يعني واحد استاكيني أسيني في الموضوع كاجديد والناد الموضوع كي إلى قد ينطبنا خاطر نظهر في الكلوناج استنساخ في لاديان البصمة الوراثية الحنظ النووي وريزمير ريون أديوية للديتاي تفاصيل يعني الموضوع إلى قد ناوي ليزيكسبير مع الخبراء يمسناون يكفهم ثمسة تاكي لاديان يكفهم الكلوناج ماشي كثرو أغتي تفسر سلاميتسين الطب من بعد أنزل الشرع شو ديالنا ترى يجوز ولا يجوز لا الأحكام الشرعية ذي الإباحة مباح يجوز مكروه مندوب حرام قد في الأحكام الشرعية المختلفة. ذاك مثلا اللي يقرر المجامع الفقهية تاخذ مجموعة من العلماء تصل سنوات تسفغ فتوى جماعية لهم يقرر قرار ديسيزيون قرار مجمع مثلا المجمع الفقهي بجدة في السعودية فتوى تاع هيئة كبار العلماء في السعودية فتوى تاع الأزهر في مصر فتوى تاع القيروان يروح اسوازال مالوريزمون الوقت في القيروان كي يتاكد النور يتاكد العلم يتاكد مسنيه شحال كمغار منا شحال مشايخنا تموت الجزائر ذي دغران قلت ثموسي ثمقرات ولكن روح يا زمان جو يا زمان يغال لا يكاد يذكر اما كاين مثلا تسود ادرف كلمه جامعه كي ذا شويه الفتاوى يدفكان ونزروا كستنيان فلاس باش نزر الفتوى كيما تصل العلماء كستنيان فلاس تسعوا القيمه اكثر أدرك بعض القرارات المجامع الفقهية. ثلاثي مثل في الحلقة بوسا في 3 أدناوي في المقدمة يدخل ابن حجر العسقلاني. هضرت في الناس اللي كنت عندنا فريدني عندنا ولد دوار تكثر ثاني. مثلا بوكس اللي كنت الكتاف طبعا المقدمة هذا مش تروح تقرا كنت لا ينادي الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. وين يوفق ربي سبحانه في يحفظ ربي في نعم استفكار. شرح المقدمة باختصار خاطر أولا ذي ظل خطرين تولي كرسن من حمد ربي
في النعم إدي فانا إدي ظهرا في قال يفرن غلا ثورة كان كلي أنسمسنا يغد سلم الله يبارك أنسموالي يزارنا نسل تظهرنا أنحمد ربي في النعم من نحمد ربي في النعمة أتذوم إلا ذا النعم يفرن تزرار بلك يقدر يعني رب سبحانه يرفع البلاء في يوم الرئيس المصيبة باش تغلي فلاس إلى تاكين تسوتي حصارة وتسي زرارة التفضيون يطص يعدد وسرم يزمر يقص ولكن سنقدر ربي يسفادي في الناس لذلك لأن العلماء يدعون الدعاء كيشني الحمد لله على نعم الله ما نعلم وما نجهل أنحمد ربي في النعم إن حصى إن صرى إن ولا أو في النعم الولاء لذلك ابن حجر يحمد ربي في النعم إدي فانا إدي ظهرا أو في ثقال يفرن والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم الذين ساروا في نصرة دينه سير حثيثا يصلى في النبي صلى الله عليه وسلم أكد الصحابة إلى الفداء ذفرا نغذف عن أذريث دينجر ولا الفداء حرزا الوحي حرزا ميراث النبوة تركة غادي تجي النبي صلى الله عليه وسلم بروتيجيت حرزت وصوضت لا الفداء ما كدرنا ونصرنا الدين سعى في سبيل في الدين أبو بكر الصديق يواس يهضر كذا الصحابة الناس أينقص من دين الله وأنا حي يعني ذا شو القيمة تثرثيو ذا شو السر الحياتيو ما إلا دين الإسلام يعني دفلس الباطل السنقاس الإمثانا السكسن القيمة كينا قلي عاشا سيد غادي وسعى ثلاثيو وسعى القيمة وسعى أوكين فالور والحر في غالة الدين ونسير غالة الدين وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورث الأنبياء يعني يهضرد في ورثة الأنبياء الأتباع يعني الصحابة وتابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أو يفغان هذه الفضل للخير الله يبارك هذه فعكا أفريد الإنسان أذيلي ذي الوارث المورث يونمي ورثة العلم يورث لتساوث التجارة ورث إلى قثيف كيوياض ليريتاج إذا غادي قدينا غير البوال يقرحان كل يوم كثير مرثم الجزائر نسعى العلم التجاري مزورة بهمليث المخطوطات مثلا المخطوطات يون واس لاقي يا زازكا ديوث نتالف الشمري بخان ديوث نتمارس اسميت كيف ثلاث فراغ نسم خير الله يبارك ثنا كامي ولي كان ولي ثخزات لا تكريت كتابين نزيش ثنتين مع ثيسوثي ويلي شتي ظهر الخرط تاعك كني اثبت اسميت ديال ثخزات ني وفي غنى يروج اي روج ستة ترازور ويثنتي حالسن تمارس وقصد غاتي في الغساكي باش يسلك الدعوه الخير سيفك ربي ان شاء الله البركه ديال ديال عمريس وتحفظ ربي من كل سوء اسمي ديال ثقه تخلعها وفي كتابين القران الكريم سفوس يتاوميم يوم القران يكتب 28 يوم يثبت يوم يكتب ان يسوق ربي الحمد لله رب تشكر 28 يوم يكتب القران الكريم باش يسباكتيلو باش يسلورتيناتور باش يسباكينطوش سفوس في كتاب ثياب المخطوطات في الفقه المالكي مذهب المالكي يعني ما زالت محقق ما زالت ولا ترى النور دارتني غير قيث مثلا ولسعى تركه للعلم السواد التسدي والتسواد من بعد اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادله الحديثيه الاحكام الشرعيه والدوزيام سورس من الاحكام الشرعيه القران وكذا السنه العلم صار مزوالو ثلاث مزوال في القرآن والسنة في الحديث النبوي حديث نبوي ولكن يقصد لك الأحكام الشرعية تمييزا عن سائر الأحكام بدل الأحكام اللغوية الدين الفاعل مرفوع مثلا ذهب محمد إلى المدرسة ذهب فعل ماض محمد فاعل مرفوع إلى حرف جر في كذلك قاس الأحكام اللغوية لنت الأحكام الحسية يعني أي يدخل فلسفوسي أتصرف فلسفوسي كي حاجة ثرها الدين أن النار محرقة في مثل الصرغاي الدين يطيش حارة الشمس حارة
الدين الثلج بارد، الذفل رسمة في كذا كي بلا ما ثوالات شوفوا كانت استدخل فوق أسفل قاصد الأحكام الحسية لانت الأحكام المنطقية الأحكام العقلية إلى آخره، ولكن يقصد الأحكام الشرعية نسبة إلى الشريعة، الأحكام اللي يعنى الشرع عن ربي سبحانه. حررته تحرير البالغة يعني أخذ بثيورة إلى آخره، يخدم كل وجه فيس جهديس ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة، يعني أذ يوضع المطلوب في ناس أن يسعوا أزل المسلم في العلم، أن يسعوا قدم راسخة في مسلم العلم الشريعة، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يفذون يعني التسين اللي قال الشريعة يقارن يعني علوم الشريعة وعلوم الدين وقال هي حوايج تكتب ثقيل، ولا يستغني عنه الراغب والمنتهي وين يوظف غاية مطلوبها قرب هذا يوظف ثيالة هذا يوظف الطب، وعلى كل حال العلم ليس يصير الطب، لكن يقرأ الإمام الشافعي الناس كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، أكني زاد مسني أتفهم أي نسينا أكثر بين سنين خطر ثمسني ثلثاع أطاس ولا تنسى حوايج، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة يفقد السند ناس ويد السفغان سقف يد السفغان إخراج ويد السفغان لإرادة نصح الأمة باش ينصح الأمة يجيسنا يروج يصفان ولاش الأحاديث يعني الضعيفة الأحاديث الموضوعة يبدأ أحاديث الصحان بعدين يناد في المراد بالسبعة دفاكيني أخرجه السبعة مينات السبعة أنو السبعة يعني معناه الإمام أحمد في مسنده الإمام أحمد وقال لك بارمي لي بولي مقرانا المسلمين مقرانا في علم الحديث أو كذا البخاري ذو السين أو كذا الإمام مسلم ذو ثلاثة أو كذا الإمام أبو داود ذو أربعة الإمام الترمذي ذو خمسة الإمام النسائي ذو ستة الإمام ابن ماجه ذو السبعة صافي مارديني أخرجه السبعة في كذا كلمات مفتاحية سيدي موكلي مراكين السفرة ذي سبعة المعنى يسد السبعة يعني الإمام أحمد البخاري مسلم النسائي الترمذي أبو داود وكذا السبعة سلام إلى ابن ماجه مراكين الستة السفرة الستة المعنى يس كان الإمام أحمد كان الإمام أحمد مذوية السكينة كسفرة ديالو يعني يجهد مليح في السبعة في الستة في خمسة وكتبار التفاصيل يعني المهم ذي كل حديث هديني غنوض أربعة غنوض خمسة غنوض ستة اللي تشرحت في الوقت المناسب. ثلاثة قلت مثلا أنبذو في باب الطهارة كتابة كدوس الكتاب كتاب الطهارة من كل حاجة يتمثل تسدي تمزولث تسدي ونحمد ربات نشكر يمدين لنا يتوصل في تسدي أليس كذلك؟ تسمح في جري يذول باش نحمد ربا أكثر مادام نصلي العبد يتصلى بلا شك تصلي في الفرض تصلي في صلاة القرآن تصلي في سبي قرب في كنوان ربي سبحانه تصلي تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تصلي في الخير ذا القرآن الساعة ولكن في التوري والخير ذا القرآن تصلي قبل الصلاة إلى قاني الزدي تصلي بويغ تزدي. أما الطهارة الحسية أما الطهارة المعنوية الحكمية نفتح من بارنتاز يا أخي نسرق الزلارة يا أخي كيف على بالكم اللي غاش تسعة 50 سنة زلارة جامي زدي واش دير باش نحمد ربي دلنا نعمة ديالنا أطفت 50 60 70 سنة واش يتسكاو كل قيمة زدي تصلي ولاش الوضوء ولاش رفع الجنابه ولاش يتعيش كان حشيشه طلب اي شيء سوى يطص يتراجع السلس من مريم وفرت شبي ربي ولا ما ربي يهديه على كل حال يهضر ربي غدات يسمر ولكن احلل عليهم ربي يهديهم. لذلك كتاب الطهاره تنزل قبل ان يشد الابواب النظام طاس الابواب مازال في الغصيف كتاب الطهاره ديال المقدمه غادي نيني داش من ناحيه اللغه داش المعنى الطهاره الطهاره المعنى التسدي نظافه ولكن من حيث اللغه في تمسليه تعرف طهاره تسدي ما دير حاجه طاهره معنى السديث ديال الاصطلاح عند العلماء الطهاره معنى ازاله النجاسه ورفع الحدث التفضيل الجنابه
السنة كشمد الجامعة صباح قيس الجنابة أخذ المصحف المسخة قيس الجنابة ولي الطهارة الحسية ساعة تستي، ولكن الطهارة الحكمية الطهارة المعنوية خاطئ. لذلك مدير الطهارة عند الفقهاء المعنى اسم إزالة النجس أو النجاسة ورفع الحدث. الكسر كرمك الله الوسخ أي يعني ونس الديالة، وكذلك يرفع الحدث ليس على الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. لذلك الطهارة قسمان، ثم الطهارة الحسية ثم الطهارة الحكمية. الطهارة الحسية معنى إزالة النجس الحسي أو العيني. أكرمكم الله يوم مثلا يمس ذما يمس البول أما انتسع إن كرمكم القي يراد بعد في شتيض نيس في إيمانيس ثقيث النجاسة إلى قد تزيزدي ثقي قرناس الطهارة الحسية. أما كحسو مسيث الله كفوسيس نضاريس قالوا ميس كوثميس، أما ذي الثوبينس ذي اللبسيس إلى قتيلي سديت الطهارة الحسية. أما القسم الثاني اللي هو الطهارة الحكمية أو المعنوية معناه رفع الحدث. ورفع الحدث هاكي إذا كان الحدث الأكبر عن طريق الوصل رفع الجنابة يولتفض يحتلم 10 زوجاته الورثاكي إلى يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأكبر سوى شو؟ الاغتسال. هذه دواش الطريقة الشرعية ما كانت تحصل. هذا ذهب إلى الشاب يحتلم يرقى ثرقيث يحتلم شيء طبيعي لا حياء في العلم. بالمناسبة ديفوا الغاشي قالك لا حياء في الدين، هي الحياء من الدين. الحياء من الدين. الحديث الناد الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء ذين كرزان من الدين. والحديث الآخر حديث البخاري ومسلم إن تقول الحياء شعبة من الإيمان، شعبة. ولكن دين لا حياء في العلم في ثمسني بنادم إلى قديم كل شيء مشى للسن أين ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. طيب إما إليه الحدث الأصغر إخصاص الوضوء يحد ديال الوضوء ديال الوضوء. فبالتالي يبقى الطهارة الحكمية إما ذا الحدث رفع الحدث الأكبر مثل الجنابة، رفع الحدث الأصغر اللي هو ما يخصص الوضوء مشطوح أدي يعوذ الوضوء. وإذا كان حمض ربه الشكر إمي لاعب يتزلل دائما ديالي سدي ويصفى. وبيان سور ما اللي يوفق ربي سبحانه ويوفق ربي الصحة هذه اللفظة الطهارة هكا أليس كذلك؟ بلا شك لا ذيون وكاد اللفظة سدي ولا ما يفقد في 9 الصباح سوق خامس هذا يروح هذه ينيك هذه يسافر هذا يروح ديال الوضوء. سناوي المخلوق الله يذكره بالخير جامي توفى الموضوع جامي منذ 21 سنة سكو سميت السنة مي الزريرة ديالي تغسل سوى ديك رسكاس كان يروح ديال الوضوء في كاس ربي الصحة الحمد لله. السني غامشي كتوجو تولينيك توجو مي يخسر الوضوء هذا الوضوء أي غير ماشي ذا السلاح المؤمن ما كنتحصى في النور المؤمن تيستثني شنو كان دياسوينا غادي شكار سبحان ملك الموت إلى قيد الله يبارك الخير ربح. فبالتالي وين يسمر تسعدي غير كرسائل هو اللي يفكر بالصحة إن الله يريد أن يرى أثر نعمته على عبده. فكيصير بالصحة يسمر يطفي الوضوء يلها هذه اللفظة سدي طهر أصل الوضوء ينس. هذا ثم وسيلة الطهارة سواء شو دلاوي تسدي أما رفع الجنابة في الاغتسال أما في الوضوء أجا مشطوح سواء من. لذلك تصير وسيلة ثم قرأت سالار السكون على كل حال التيمم وما أكل أزر ومقدر الرسم بعد. لذلك ربنا في سورة الفرقان آية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ربي الحمد لله أمان أمكن إجارة ربي السباغ حياتنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. والزرام أما ذي الطجر أما ذي الحيوان أما ذا فروخ أما ذا مذان إلى قسم صح أمان. ومن ذي الكور ما كدنا العلماء وهي يقرأ 70% أكثر ذينا ذمان. ولو كان دلاوي العبد سلك سامالي ساعة داخل الكورين سنر بانش
نغسنا ليسونس ولو كان سوبر ما ينفعش سوبر نغا المازوت نغا إيغي نغا يفكي خاطئ. ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما كي يجعل الماء مقوم من مقومات الحياة تذرث لنا وتمعيش لنا يجعل السبب ذي الوسيلة يثزدينا هكا مثلا هذا يسعى النيابة ينوب عنه التراب وسائر المنظفات يعني التيمم وثقي من رحمة الله في الفقه الإسلامي يقولوا يقارن تخفيف الإبدال بالترمى تخفيفات إذا استخفف ربك يا أخي غراب الآية دين ربي إن يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي يبغى هذه السخف في اللون هذه السفسس في اللون وخلق الإنسان ضعيفا صح. طيب إما إلا يقولنا إلا ذي ضافية إلا قال الصلاة صنوضي كذا بشارع الصلاة الدنيا إلا يقال تخفيف الإسقاط القفلة ماشي أوبليجية ديال الكروسة صح ولا ماشي صح. والسيقارة يوديونا الكوموندون إلى عليه فيك ريت كان الكعبة لافيون ميزور كان باركات من بعد باد بروبليم كمل بريدي لكن الزميرار يمكن يساعد خط السير الصلاة أندث الزوض ربي سبحانه إلا فينا هكا فثم وجوه كما قال القرآن الكريم في سورة البقرة تفهمين؟ تجي قرر تخفيف الإسقاط سقطت عنه القبلة أمين ذا غير يشد السبيطار الزولا كيقيم القبلة كانت ساعة كثير أنا مطرح مسكين يقيم السيرون ويزمير أنا غاديكر باش هادي الزلة القبلة أسيني يفرملي الريا كاسيني وسبيل حريش مطرح ماشي الشغلي وكذا أمشي ريح المخلوقات الزلة راه كنخدم كيرا براشي كيرا لاشي كنخدم ميكش السبيطار سيف كونجي سون صوت يزالي يخلي لاشي اتصل غاشي متسقسيت غاشي السبيطار ماشي كنديو ربي شفا بعد شاف الا سي الزاليت اكيني غادي ولا شمال ولا شي تسدي ولا شي القفله الا سويا زور لا ولا سدي واش تسوي راسها شي الباب ولا يصص شي كزار الا سفت يا زرا وقال لك يشمل هذه قيمه كل دي السبيطار ما يصليش ماشي اللغه راسها خاطر زار ان شاء الله يبان لك تشوف راسها اصلا أي رتدي غولكي باش هادي غادي سقطت عن القبلة غير مستطاع نغادو تيسيناريو في الناس كان ولاش إلا يقارن تخفيف الفقه تخفيف الإبدال يعني يفدل ربي سبحانه أمان سوزر فتيمموا صعيدا طيبا ما إلا ولا شمال أنت في الله وسقروا تظل غرالب وفي غمل الصال سواكي تيمم سواكي سوزر نغما إلا أمان يكثر تفاصيل التيمم تديني بعد ولكن فقط باش نتفاهموا باللي يقارن تخفيف الإبدال يبدل وسيلة الطهارة هي الماء. ثالث مثل أنفذ الباب باب المياه يوثيوث أنفذ سوا من البحر لو كانوا بدو شي مارين مسورة أنفذ سوا من تالا سوا من العين ولكن كنا نفذع أكد يوسف يتكتف ابن حجر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. باب المياه يبدأ ماء البحر ثم زواروث الحديث غير زواروات نشرح هسه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. شحال مسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته 5 مسلاين ولذلك كذا حد البواب وتي جوامع الكلم الحديث كي يصحى وثيد السفرة ثيد أخرجه الأربعة والتمتكتب ثقاد يفكر السفرة ثيد 4 هادو إذا 4 يعني هاد في المقدمة براكين السفرة ثيد 7 سير يعني الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام النسائي الإمام أبو داود الإمام ابن ماجه الإمام الترمذي 2 في 7 إما ديني أخرجه الأربعة المعنى يسمى أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه ضرب عليك
اللغة السياسية من ولف لا ترمينولوجيا المصطلحات هكيدي ما راه كنا السوفونتي ديال 4 تفهم من 4 شو قد نسعى ولا طاس 4 3 7 وهكذا 6 أنا غادي تمس ليس القادر الطريقة هذيك ولكن ثورة هي نفس السوفونتي ديال 4 أنوي 4 اللي هذاك الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجه هو قال لك يدي السفرة الحديث يقول الإسلام هو الطهور ماءه الحميدة بعدين شرحها أولا ثانيا درجة الحديث حديث صحيح الإمام الترمذي إذن حديث صحيح حسن أو حسن صحيح حسن صحيح أنا خدم إن شاء الله في الدرس دي الدون دينا نستخدم الصبور سيدنا الشيخ علي بلا نستخدم يتبدا مازال قرا في المدخل للموضوع بس كاين يشوف في باب الطهارة أدن نشرح بإذن الله تعالى بعض المصطلحات ما ديال الحديث الصحيح نشوف الشروطي بس خاطر العلماء يمزونا سعدان يمسلاين مرة يتقارن باللي النبي صلى الله عليه وسلم سعدان تدلق غرفان صفاتا ربي قيض من الأمة من يخدم هذا الدين أو هذا العلم من يخدم ميراث النبوة في كل زمان في كل مكان سيدي ربي تختاري في كل زمان في كل مكان ولكن الأوتور باش يقدش في الدينيس باش يحرز التركان النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية باش يحارب في الناس باش تصفي تساعد الغربان العلماء الإسلام البخاري ومسلم ابن ماجه الترمذي النسائي أحمد الإمام مالك أكل من كذا يكذب سنون يمثيز قرانا يكساد أحاديث كذي الغربان أما الصحن والصحن الحمد لله تشكي يميل لهم أرس مازال من زمان جدا العلماء عبد الفتاح أبو غدا من علماء الحديث ناصر الدين البابي رحمه الله من علماء الحديث الشيخ العثيمين من علماء الحديث مع العلماء كملان أثم قاطرة كملان أسلف كازلة كملان يا ربي الحمد لله إيمي كل زمان يتختار ربي وقال لي قد شك في التركة في صلى الله عليه وسلم إذن حديث صحيح وعند الإمام الترمذي فقال حديث حسن صحيح طيب ثورة ثانيا نقطة السلاف أدن مسلي شوية بسبب الورود لي سيركونستونس ما كدرنا أن داد دوس الحديث يسعى ظروف ظرف مشاهد مسلي شوية ظرات عن المغيرة بن أبي مرده سمع أبا هريرة يسلايس أبا هريرة أبو هريرة يتمثل ولاش صحبي يديروا عن الأحاديث أكد ديروان ولاش أصحبي يعني كل أصحابي شحال ديالها مثلا السيدة عائشة أم المؤمنين ثم توصل في عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة أشحال أحاديث يضربوا في الناس 2210 2-2-1-0 وقال أحاديث يدبوين صحان في النبي صلى الله عليه وسلم ميلا أبو هريرة ذنساني ديرونا طاس الأحاديث 5374 حديث وقاعد التحقيقات تصدق في غير هذا النقطة في اعتقادي والله أعلم بالصواب فالرقم يجيك صحان اجتهد باستخدام يعني بالاطلاع على الكتب والمراجع المختلفة القناعة مثل درجة باللي الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة يروى 5374 أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان سيد المشاهد يبوي الخير ربح يسلا يا سي أبا هريرة شو سيدنا إن يس الحديث يقول الإسلام أذيوم برقاسي يروح النبي صلى الله عليه وسلم استقسام عم كيف استقسام إن يس يا رسول الله إنا نركب البحر بدي نركب البحر يعني السفن اللي ندير وقتني السفلوك اللي ندير وقتني ونحمل معنا القليل من الماء نسوي شويه بوانا نفرس قادنا مثلا نروح نسكت ندير البحر
دي تفلوك غير السفينة من الصيد أمان بون شوية ربي لاطاس كفان وأمان غاشو أمشي راه نخدم. فإن توضأنا ما نوغ الوضوء سوى ما نبوي مثلا بون 5 13 3 عطشنا أنفذ مشي نخدم. أفنتوضأ بماء البحر يعني ذاك الساعة الاختيار يا إما توضي سوى ما نبوين يعني الماء العذب إما فوز أنا مشي نخدم إلا قال سوى ما البحر إوا ما البحر تكسب فاهم تكسب فاهم مرة غيث من السيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترى يجوز باش أن الوضوء سوى ما البحر أمشي أنا نخدم يجاو في الثل إن يسن هو أمام البحر في البحر هو البحر الطهور ماؤه أمان السديث لهذا الوضوء إرنا يسن أكثر بين استقسام الحل ميتته والذين يتعيشين ديال البحر ذي الحوت وما شابه يتعيشين ديال البحر غاس تسقط تديموت يجوز أتجر ولكن كيف التفاصيل تدير ربما في الحلقة القادمة يجاو مثل أكثر بين ديوسان كستقسيم ديال السؤال صافي ثوار نفهم لي سيركونستونس ذا استقسي ديوسان ذا استقسي ديوسان لو كاين ناد الحديث ديال 3 ميثود يا إما ذا استقسي أمثلة استقسات يا إما أن إيفينمون حدث واقع ظهر ضغط ياس الحديث يا إما ولاش استقسي ولاش الواقع إذا صلى الله عليه وسلم الوحي سيدي ربي ينتقص الحديث نص مجموعة الحديث صافي الحديث بوسع لا استقسي يتيسمى النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي أبو بكر ابن العربي يفكد كومنتير تعليق إنه أي غرض النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب أكثر السؤال شو دينا نسى إناد وذلك من محاسن الفتوى parmi المحاسن زافونتاج الفتوى تيكون ديسو السقسي لا مشطوح أكيني مثلا في غير الخدمة مثلا طواف مشي رخم الطواف أسير تفضل الطواف سي الحجر الأسود ما إلا الصفا والمروة السعي تفضل سي الصفا ماشي سي المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله أن يفضل بيفضل نسكن في الطواف مثل مخيص نظر كازاكي تستقسم في الطواف حول الكعبة أسألوا شوية الفائدة أسألوا من في الصفا والمروة في الوزن الطواف اللي يفضل ربي سبحانه مقرطي والسنة تاخذ المسعى اللي غاسية دراسي تبدا إذا مازال نسيب تقول غاشي اللي يكون مازال اللي ليسونسيال سيت فوا اللي غاسو شو سيت فوا كذا قبل داك اللي ليسونسيال سيت فوا أضرب راسك كثير الرواية سيت فوا سامي سيت فوا اللي كوز غير سيت اللي عرض نتير ماشي فوا وزغير عربي وفير خاطر أتغوصي ربي يدير الصفا والمروة مش عندنا رأي المروة والصفا ناض في ذوان ديالنا في غير ديالنا يوسف استقسي في يوسف تمسات الجواب يوسف أكثر ذاكي ديالنا وذلك من محاسن الفتوى وكان القاضي أبو بكر العربي إنك أن يجاب السائل أكثر مما سئل عنه سأل عنه يعني يجاب السائل من قبل المسؤول أكثر مما سأل عنه وبعدين تتميما للفائدة باش يجيو الفائدة أكثر أتنكمل الفائدة وإفادته بعلم يجهله وفي السنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقسامت فمن البحر ما يجوز أن نغلظ سوى البحر سيف كانت الجواب أكثر إنس هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا ذي الحسن البحر يجوز باش تشرب الحلال والفلاح. طيب ذاك ثالثا الإعراب باختصار هو ذاك مبتدا الإعراب هو يعني مبتدا الطهور هو خبر مرفوع اللي هو للمبتدا والخبر مرفوع ماؤه فاعل للطهور وهو صفة تعمل عمل الفعل هذه نقول صفة مشبهة بالفعل
ولكن باختصار الإعراب. ثم رابعا شرح مجمل الحديث، هذا في الشرح جلوبال باختصار. أمان البحر يجوز باش ترفض سيس الجنابة يون ما يلا الجنابة ذي مداوت ذي شوان ذي شوية ولي باش ندوش الخامس أسينا سيقدر روح البحر ندوش شوية ديال البحر يجوز ديك الساعة يروح البحر هذه وظيفة يرفع الجنابة داخل البحر. أما كذا غمي بالطهور إذن الشيخ هذه توظف سوى من البحر نورمال، هو الطهور ماء. طيب لذلك العلماء الطهور ماء معناه يسمى الوضوء. أنا بس فاهم مليح مرة الوضوء بفتح الواو وضوء إلا بقرب الوضوء صضمة صضمة الوضوء. أشو الفرق يا ناس؟ ما دير الوضوء معناه الماء الصالح للوضوء، معنى الماء الطاهر ذا منزدي باش تغلص الوضوء وقوم يقرب الوضوء سلفتحة. مرض الوضوء صفنا المعنى يصير لاكسيون ذي الفعل أسيدي فلان يتوضا يتساغ الوضوء صافي باش الفرق بين الوضوء ذمان أدينا احضر للوضوء المعنى يساوي دابا سديا للوضوء ويتساوي راه باش تغير الوضوء باش صح ضروري لازم الحمد لله خاطر اي زويره كنسلم العلماء انك اين زويره الوضوء بعد يفسد ذيمي باش نصر الاوصاف اللي خير الماء الصالح للوضوء ولا قال يسوع الريحه أتبدل الريحة يعني يسوع الريحة من غادي يلي يسال الكولور من غادي يسعون الذوق بسكر معسل خاطر نظر صاير إذا كان ذيمي إذا قالوا صافي تغلظوا ولا مثلا تكتشف بلي سورتو توضي الطلع هاتوضي الصدر ما فوق تاخذ باش ناض كوكا ناض بيبسي ناض ديغي ولي غوضي الطلع يرزقوا ما شويه قال ولا مثلا تفوت ديما ولا شتفوت مثل الصيم كتفا هو كيمشي لا كيمشي لا بالك باين لا يمي وسيفه قال توصل زال ما تخلط بذوق الانف كيف اتفقد باللي يسعى رائحه تلقى على كل الترتيب حتى اجتهاد لاحد العلماء الصائب خطا الله اعلم ولكن كل شيء فيه حكمه والنبي عليه الصلاه والسلام يمين الصحف للسلم ذا امشى لنا الوضوء بهذا الترتيب لعل في ذلك حكمه في هذا الترتيب. طيب صافي وجه الحديث نغد امان الظهر لهذا الوضوء لهذا يرفع الجنابه. الحل ميتته يعني الحوث الظهر وما شابه يجوز كنت التفاصيل يمين الحوث اللي يموث داخل البحر بعدين طفى يقمسوا في الموجات كيف يطيش ذكي لان العلماء الله بعد التفاصيل يدينان مكروه للعلماء دينان من الناحيه الصحيه يزمرك يدور ماشي الحوث اللي جديد في تكسير البحر غاس يموت من بعد يفقد كان يموت يجوز الحديث هذا هو الطهور الحلو ميتته ولكن سمح فيه وسيقرر يولنا يموت سخر فيه غير سكو ثرار غاس اللي يخاف باش تموت اكواب البحر اثير ديال البحر يدي شبل اثيج اسيني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلو ميتته هذا أزكى الآخر فيه أنه تغشى بالبحر صافي لا حيلة معه لقد دخل في حرشية كثيرة أين تعيش ديال البحر التي كاتيجوري إلا وين تعيش ديال البحر يتعيش ديال الفر مثلا وارد يفكر نقرأ السؤال يفكر الزبر ديال البحر يجوز باش تشتغل يفكر بخاطر كوراج ولا شي جماعة الخير أكرمكم الله قرقر ضيف داع حية مقرن حية البحر تعيش في الفر تترى تشد البحر للتفاصيل
دقيقة أتت نشرحها لما يكفل يدير وقت العشاء الشيخ عليه يحبس. شحال مازال شيخ؟ غتسد السبعة. شحال مازال؟ 5 دقائق نرفع الأذان. صافي نرفع 5 دقائق نرفع. 3 دقائق. طيب إذا وقفها مجمل بشكل جلوبال ثورة نروح للنقطة الثانية خامسا فقه الحديث. فقه الحديث كنت سميتها الحديث حديث متفق عليه من الإمام ابن حجر العسقلاني parmi les termes excellents مراكي متفق المتفق في كل شيء متفق عليه معناه السفغنتين السيني مسنونين قرانا البخاري أو كذا مسلم البخاري أو كذا مسلم الحديث قاعد يدخل إذا البخاري أو كذا مسلم إلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو لم يفغى ربي الخير أسف كثير السنين ذي الدين الفقه. وكلمة الفقه ند العلماء الفقه أعمق من العلم أي غير ودينا الحديث يعلمه في الدين يفقهه في الدين لأن العلم يتعلق بكثرة الرواية والفقه يتعلق بعمق الدراية. إلا يولي ساعات المسلم كان كسفلة يبقى المعلومة في ساعات دي كونيسانس باجاج سينتيفيك إلا ويض يتعمق يغمق في المسلم وكما يسعى فقه من يريد له به خير يفقهه في الدين. لذلك اخترنا النقطة الخامسة ذاك باش نسمي فقه الحديث. أمشي أنا نفهم الحديث مليح أمشي نشفل الأحكام الشرعية في الحديث استنباط الأحكام الشرعية للحديث كما يصنع الفقهاء والأصوليون ضرب في علم الأصول. ما معنى علم الأصول؟ هو مجموعة القواعد التي يستعان بها لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية سواء كان الدليل في القرآن أو في السنة. مثلا أكون ديني يموت الميت ندير بعض التخريجات اللي كسميتي يموت الميت هاد ترى يجوز فريجيدير فيترين يصنع فيترين الفريجيدير بيان غادي يقيم شهرين 3 شهور تسوى لي صباح الميت عزيز فلان أبونا يموت يجوز غادي خطأ ولا ضرر فيها البدع خطأ بني إلى قضية يومين 3 أيام 4 أيام تصمم ورقة هذا الدروس 12 في الوقت المناسب ولكن ثيك هذاك من البدع هذه تفكير الدليل هذا الشيء اللي ربي أمته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هذه الآية غير قبل تشرحها في هذه الدقيقة دي قرآن حروف العطف تعرف إذا قدش ندير الموضوع ما ردينا يساد محمد أكذا علي ذاك هذه الحلقة يساد جاء محمد وعلي الواواكي حرف عطف ولكن يفيد مطلق الجمع المعنى يسمى محمد أكذا علي يساد لا لما لا شيء جاء محمد فعلي فا ماشي وا فياكي الناس محمد يساد مزوار يديك شمال الجامع جوست ابري إذ فريتي غير تبعيتي علي ولا شي ديستونس يا رسم وقت طاس جوست ابري يكشف محمد إذ فريتي علي إما راشي يساد محمد ثم علي ثم يجي حرف عطف أيضا حرف عطف ولكن تفيد التراخي ثم بالك يساد محمد أبري ساعتين أو 3 غادي يساعدني نغابري أقول شهرين صديق ثم يجي ساعة مذفى أداة عطف تفيد الترتيب مع الفورية ترتيب مع الفورية جوست أبري اللوظة هاد الطريق ديالنا في واحد يطوط لك وخام غادي يسير دي فاسنيس ميدي يبضى الجامع غادي يكمل يميس سيني في ذيبر الوضوء ذيه وبالك يعدد ذاك الكفريد يفوت بدا كل شيء ديال حانوت اللي صار شو كان يكسر شط الوضوء يفسد وخام يبضر حانوت يميس وقالوا ميس
يبضر ذاك يساد كان يضرب سي كان ديال الصاد اديني كان الوضوء في داخل السخان باريطاب اكيد تظنش لا الفوريه والفروه لا التتابع. طيب ثورة نفهم الحروف العطفيه والتعارف ثورة نطبق الحروف هاكي في الايه اماته اكيد نضرب القران الكريم فاقبره يموت ومذان من بعد ربي فاقبره يعني ذي روح صوص كيس اشو يستخدم ذاك الفا ثم معنى يموت خدمة الواجبيس يغسل يكفن يصلى عليه بعدين فأقبره مثل النشور يوم القيامة ودينا لنا فأنشره يستخدم حرف العطف يفيد التراخي الترتيب مع التراخي يناد ثم إذا شاء أنشره ثم يوصف النشور مازال غزف. لذلك يا جماعة الخير بكل كلمة أما ذي الكسرة أما ذي الفتحة ثورة كان السلاح الوضوء أكد الوضوء أصل الفتحة ما يصلح الوضوء ذي الفعل بالضمة عملية الوضوء ثورة غادي نشفذ دلالة الحديث نرفقها الحديث ثمزولوث ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره أما البحر زدي إثماني سلسان زدي ويزدي ويا لابروف سبات زدي ترفض الجنابة أستوضيض سوى ما البحر يجوز ثقيل فإذا مزول الحكم مزول الحكم والسين الماء الكثير أمان سواطاس لا تضره النجاسات أكرمكم الله يعني المسخ أما ذا من تسى البول أما ذي ذم أما ذي القيم ثيران حشكم مفهوم إذا كان غاشي سقساني شيني إلى البحر ثورة لأنه قاذيك الشمل ديال البحر مستي ثارة كرمكم الله وكذا طريقة تضير سوما البحر يعني هذا البحر يسمت أو سدي خطر في عليه الصلاة والسلام يناد في حديث أبي سعيد الخدري يناد إن الماء طهور لا ينجسه شيء وكل حديث الصحة السفريثيد ثلاثة الإمام البخاري الإمام مسلم أو كذا الإمام أحمد أمان سديث وتسمير النجاسة أتنجس يعني يتسامس ولكن رجل ونسميرها أتنشفذ الحكم سكي من الحديث عندنا والأحاديث وياه إن الحديث وياه إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أما نستيث هذا هو القاعدة الأصل سوى ما إلا نجسني أكرمكم الله الوسخني يعني يفدلس الريحايس غلبة سلاحا الطعم نسم يعني ما تعرض ذاك اليوم ما تفضل باللي ماشي الطعم بنان ما تعرض النغمة كلوري ستفضل نجاسة غلفانة في ناس يمرنا مثلا حديث وايد يوسف حديث وايد دواكي أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل إلا دار الحديث وايد ينادي في أصل مسلم حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أمني بأركان المسلم أمني والحياة والتسلالة زيك المشايخ زيك أكيد ما تسلل وما توضي ما حبسنا لا خطر حبسنا سوتو ما إلا شوية الضمان كما سنصل يعني التفاصيل النظر إلا حديث ابن عمر عبد الله بن عمر أشو دينا إذا كان الماء قلتين وفي حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين القلة كما قال علماء الحديث وتيدي الكلام بصاصة تذافذون ذريت الله تفتيث خطئ ولكن العلماء يجتهد وفد أكثر من 200 رتم لأنه كثير 204 203 201 في كل ما كاين الموازين لا نستطيع أسيس إن شاء الله باش نفك التفاصيل المهم لم يحمل الخبث معناه الماء يدفع الخبث ويقبل الخبث وفي رواية لم ينجس يعني أنني يمتنى النجاسة وكي أخرجه الأربعة مدينة صفة دي 4 معناه أبو داود النسائي الترمذي
ابن ماجه، وزيد صححه هذا الحديث الأخير ابن حبان والحاكم. بمفهوم المخالفة إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. ولكن شو نشوف الفايدة ما لا خلاف الفقهي بين الفقهاء الدينيين. الفريق مزوالو ديك الأحناف، المذهب الحنفي، الشافعية أو كذا الحنابلة، الناد أمان ما إلا الشويط يتنجس، ما كاينش نجاسة ما إلا شويط ولو لم يتغير لونه، ولو كان يريد بضرر 200 ريتل أقل من 200 ريتل ما فيش من نجاسة هنا خاطئ داين وليس حرم الوضوء. ولكن المذهب المالكي يناد لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه. ما إلا ما كدني الله كل ريسيك في دلال ناخذ الطعم ينس ناخذ الريحة يتفاس ومن ذينا المذهب المالكي إذا كنت سوالي أنا مشوط الغطاس، وذاكي المذهب المالكي قوي في النقطة ياكي يسمى في ثابتي ديكس لاسي تاعو ديكس 5000 لتر 5000 لتر، ولكن النجاسة كيفاش من الوسطاس نجس ينجس. إذا يمكن العبرة بتغير وصف من أوصافه وقراءة المالكية، ولكن إذا لم يتغير وصف من أوصافه نزرت لنا نجاسة داخل إن يجي ما يلا ثفض منوية توضي سوية. قالوا بكراهة التوضؤ بهذا الماء مع وجود غيره. ما ثفض منوية صديا أكثر التوضيس وكذلك وثفض التوضيس ومالكي مادام ليس نجاسة ولكن ولفت ريحة نسن ولا قبل نسن إلى آخره. ما إلا ثمان والفدلال النجاسة نسن ذاك ما كذلنا فالفدلال عرف الأوصاف النس وكذلك أمان جائزة للوضوء. ثم يتمثل الفرضان فتح مجال للأسئلة. نجدد الاعتذار باش نطولوا في وقت صلاه العشاء تقريبا كي بعد صلاه العشاء ولسان نستقصي قليلا يرون غوفق ربي ان شاء الله تفريت الاشديد اما في الحضور اما في باب الاسئله الى على الاقل ربع ساعه ثاني تسجل استقصيا نون قول السلام بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.